7 قواعد لإدارة حياتك بشكل أفضل، ومش هاقول لك الأخيرة هتصدمك والكلام ده، حابب تسمع الفيديو للآخر فاسمع، ومش حابب براحتك، وما تنساش تعمل لايك وكومنت واشتراك. أنا عماد حامد ودي قناة الرحلة، يلا بينا. رقم 1 الطمأنينة اليومية، ممكن تسميها جلسة النفس، التأمل، أيًا يكن الأسامي الكتير بتاعتها، ولكن خلّيها الطمأنينة اليومية، ودي حاول تخصص فيها وقت للتأمل، للدعاء، إنك تقعد مع نفسك تحاسب نفسك في التصرفات بتاعتك في المواقف المختلفة. هاي نعمله كده. رُحت صليت العصر وجيت، فلو أي حاجة اختلفت في المكان، في شكل، في القعدة، في أي حاجة اكتبها لي في التعليقات، يالّا بينا نكمّل. وزي ما قُلت لك لازم نخصص وقت سواء كان الدعاء أو التأمُّل، أنا باحب أسميه اللي هو يعني بلاش التأمُّل، الشكر. تالت حاجة مثلًا زي إن محاسبة النفس أو الإنسان يبدأ يحاسب نفسه. ممكن يظن البعض إن الموضوع ده جاي من الغرب وإن إحنا ناقلينه كلّه من الغرب كده وخلاص، ولكن لو جينا الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الدعاء عبادة، وقال أن من لم يسأل الله يغضب عليه، إن الدعاء يغيّر القدر. دي كلّها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قالها. وعندنا مثلًا في محاسبة النفس سيدنا عمر كان بيقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، إن الإنسان لازم يقعد مع نفسه ويشوف هل ده حلال والّا حرام. أمّا بالنسبة لحتّة التأمُّل مش قصدي إنّك تروح تلعب يوجا أو الحاجات دي، لأ، إنّك تتأمَّل إن تقول الحمد لله أنا عندي عين باشوف بيها، الحمد لله شعر، راس، الحمد لله جسمي صحيح، الحمد لله. ممكن ناس تكون ربنا مبتليها مثلًا في تعب، فتقول الحمد لله في نِعَم تانية، أبويا، أمي، في نِعَم كتير اللي إحنا بنكون غفلانين عنها. طوّلنا في أول واحدة فنخش رقم 2. رقم 2 هي قاعدة ال10، 90، ودي معناها إن 10% من الأحداث خارجة عن إرادتك، و90% التانيين هي ردود فعلك على الحاجات اللي بتحصل. في مقولة بتقول: "ليس الشأن ألا تسقط، بل أن تنهض بعد كل سقوط بحكمة وتوكل." معناها إنك ما تفشلش أو إنك ما تُقعش، لأ، إنك تُقع وبعد ما تُقع وتقوم تكون رزين وعقلك شغال. تالت قاعدة مبدأ باريتو أو بيسموه 20/80، وده معناه إن لازم تكون أولوياتك واضحة، وإنك لازم تركز على الحاجات اللي فيها نفع ليك وللناس، وإن تأثير الأفعال مش بعددها بل بقيمتها. لو أنت مثلًا حاطط 10 مهام في اليوم إنك تعملهم، 20% منهم بس هم ليهم قيمة، هيضيفوا لك قيمة حقيقية، ودول اللي ليهم قيمة فعلًا إنك لازم تعملهم، ودول اللي هتلاقي ليهم أثر واضح. وال80% التانيين هم نظام مكملات، ولو ممكن ما عملتهمش مش هيأثّروا، فده ركّز على الأولويات اللي هي ال20%. رقم 4 قاعدة ال10,000 ساعة، ودي معناها إن الاستمرارية والالتزام هو طريق النجاح. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قايل في حديث: "إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملًا أن يتقنه." خلّيك شغّال على نفسك واشغل نفسك دايمًا بنفسك، بتحسين نفسك، واصبر، لإن الثمرة ما بتطلعش في يوم. ثمار الحاجات اللي أنت بتعملها دي كلّها مش هتظهر في يوم ولا 2 ولا شهر، الحاجات دي بتحتاج فعلًا وقت طويل علشان تظهر وتلاقي أثر لده. خامس قاعدة تقنية البرومودور، ودي معناها إنك تقسّم وقتك بين الشغل والراحة أو الدراسة والراحة، إن أنت محتاج تحط وقت للراحة علشان ما تملّش وما تزهقش، وفي نفس الوقت يكون وقت للشغل إنك تجتهد فيه على قد الاستطاعة، وإنك ما تخلطش الدنيا ببعضها، فعلشان ما تسوّفش وبرضه ما تجيش على راحتك، لإن الشغل والراحة الاتنين مهمين، بس ما ينفعش يكونوا في نفس اللحظة، لازم تدّي أولوية لحاجة وبعد كده تقسّم وقتك، يعني إنك تشتغل وبعد كده راحة وبعد كده تشتغل، نفس الفكرة كده. وزي ما قُلت لك علشان الاعتدال في الحاجات دي مهم جدًا، وكمان خلّي عندك نيّة إن الحاجة دي تؤجر عليها في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله، إن النيّة ديّة تعملها لله، فعشان ربنا يجازيك خير. وما تنسانيش من دعائك بقى. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. رقم 6 نظرية باركتون أو باركنون، مش فاكر اسمه أو مش عارف أجمّعه، وده معناه إنك لازم تحط لكل مهمة عندك وقت محدد، لازم تحط لها وقت معيّن إنك هتعمل الحاجة دي فيه، وعلشان الوقت هو الحاجة الوحيدة اللي لو ضاعت ما بنعرفش نرجّعها، فلازم كل حاجة عندك تحط لها وقت محدد علشان ما تضيّعش وقت. وفي مقولة طبعًا كلنا عارفينها: "الوقت كالسيف." كمّلها أنت بقى. رقم 7 5، 5، يعني ما تشغلش بالك وعقلك بالحاجات اللي مش هتأثّر عليك بعد 5 سنين، يعني سواء شوف التصرفات اللي أنت بتعملها هتأثّر عليك في صحتك، في علاقتك الأسرية، في علاقاتك، في شغلك، في الحاجات دي. الحاجات اللي هتأثّر عليك بعد 5 سنين دي إنك لازم تركّز عليها كويس، والحاجات اللي ما لهاش لازمة اللي مش هتأثّر عليك زي مثلًا إنك تتابع الأخبار، فريقك المفضل كسب والّا لأ، الحاجات ديّة ما لهاش لازمة، ما تشغلش بالك وعقلك بيها، وما تدّيهاش وقت أكتر من وقتها، ما تدّيهاش أقل من 5 دقايق. يعني هو 5، 5، يعني الحاجات اللي هتأثّر عليك بعد 5 سنين دي اهتم بيها، الحاجات اللي مش هتأثّر عليك ادّيها 5 دقايق بس من وقتك أو أقل من كده. أتمنى تكون وضحت، يعني الفكرة كلّها في إنك تركّز على الحاجات فعلًا اللي هتأثّر عليك والحاجات المفيدة ليك، والحاجات اللي ما لهاش لازمة زي إنك تتابع الأخبار والحاجات اللي ما لهاش لازمة والكورة والحاجات دي، فهي مش هتأثّر عليك فما لهاش لازمة تتابعها وتشغل بالك وعقلك وتاخد من طاقتك. وما تنساش طبعًا إخواتنا اللي في غزة ندعو لهم في أرض العزة، ربنا ينصرهم يا رب، اللهم آمين.
دردشة سريعة كده، أنا عايزك بس يعني ملحوظة أقولها لكم كده، أنا عايزكم تركّزوا معايا في الحاجات اللي أنا باقولها مش علشان تعرف اسم القاعدة ولا اسم العالم ولا الحاجات دي كلّها، أنا عايزك تاخد الفكرة منها. يعني أول واحدة قُلت لك ببساطة إنك الطمأنينة، إنك عايزك تقعد تأمّن مع نفسك تشكر النعم اللي ربنا أنعم عليك بيها، تدعي كتير، الدعاء عبادة، تقعد مع نفسك هل ده حلال وأنا الحمد لله اتصرفت صح، ده لأ أنا أخطأت في ديّة وأصلّحها المرّة الجاية، أو مثلًا إن كل المهام بتاعتك في 20% منها ليها قيمة فعلًا، وال80 التانيين ممكن يعني حاجات بسيطة إضافات بس، لو ما عملتش 80 مش مهم، بس أهم حاجة ال20 هي اللي فيها القيمة، أو القاعدة التانية بتاعة ال10، 90 إن 10% من الأحداث اللي حواليّا هي خارجة عن إرادتي، أمّا بالنسبة ل90 التانيين دول ردود فعلي أنا باتصرّف إزاي مع الناس وباتعامل إزاي، فلازم أكون مُدرك إيه الحاجات اللي بتعصّبني والحاجات اللي بتضرّني، الحاجات اللي بتفيدني دي كلّها. في كمان اللي هو إن لازم كل مهمة تكون حاطط لها وقت معيّن عشان الوقت ما يسرقنيش، كمان فكرة ال10.000 ساعة هي بس رقم عشان ما يخضكش، الفكرة بس إنك لازم تستمر فترات طويلة جدًا علشان تجني ثمار حاجات كبيرة، علشان ما فيش حاجات الثمار ما بتطلعش في يوم والّا 2. وكمان في بتاعة تقسيم الوقت، إنك تحط لنفسك وقت للراحة ووقت للشغل، اللي هو حاجات بسيطة كده، إنك يعني ما تخلّيش الشغل مثلًا يكون ياخد كل طاقتك وما تعملش وقت لأهلك مثلًا، تفضل ضاغط نفسك في الشغل كله وما بتاخدش راحة، ما بتعملش، هتتعب أصلًا، يعني أنت نفسيًا وجسديًا كل ده هتتعب، أنت لازم تقسّم وقتك بين الراحة وتقعد فترات راحة. وآخر واحدة كانت بتتكلم في فكرة إن أنت لازم تركّز على الحاجات المهمة بالنسبة لك واللي هتأثّر عليك أنت، يعني طبعًا اللي إحنا السوشيال ميديا عندنا هَوَس منها، يعني بقت تشغلنا بكل حاجة حرفيًا، يعني لو في فنان دخل شُخ في بيتهم، إحنا بقينا مش يعني بييجي لنا أخباره إنه دخل يتجندل، فالفكرة كلّها ببساطة إنّك تنجّي بقى أنت دورك إنّك تنجّي الحاجات اللي هتأثّر عليك والمفيدة ليك، أمّا بالنسبة للحاجات السلبية واللي مش هتفيدك فمعلش حُطّها على جنب كده مش عايزها، مش بتاعتي. فاهم؟ فده اللي لازم يكون عندك وعي بيه، فده اللي حبيت أوضّحه، مش هاقول لك قاعدة برايتون والّا برايتون والّا زرايتون، مش هتفرق معايا، الفكرة نفْسها وصلتك والّا لأ؟ وأتمنى الفيديو يكون عجبكم، وما تنساش تعمل لايك وكومنت واشتراك لو حابب تشوفني تاني، علشان الحاجات دي بتفرّحني وبتخلّيني إن أنا دافع إن أنا أستمر كده، أتمنى يعني أستمر وما أكسّلش عن المواضيع ديّة، لإن أنا باحب إن أنا أفيدكم، وما تنسوش تعملوا لايك وكومنت واشتراك تاني، ولو عجبك وحسيت إنك استفدت منه شيّره وابعته لحد من صحابك، حد من أهلك يستفاد. وما تنساش تصلّي على النبي وتدعي لإخواتنا وسلام.